السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. حبايبي مشتركين قناة جودو، اهلا وسهلا بيكم. وجودكم دايما على دماغي من فوق ومشرفيني، وبتشرف دايما بوجودكم معايا. يلا بقى عشان نعمل مع بعض الغدا النهاردة. نفتح بس الكاميرا. يلا عشان نعمل مع بعض بقى غدانا النهاردة. خلاص خلصنا ايام العيد واللحمة والحاجات دي. نعمل بقى غدا النهاردة. هنعمل ايه؟ اول حاجة انا هعمل بس معاكم اهوت تفكروا بقى احنا رايحين نعمل غدا ايه النهارده. يعني هسيبكم تفكروا شويه كده في نص الفيديو كده وبعدين اقول لكم. ده انا حطيت شويه زيت صغيرين كده مش كتير، وعليهم بصلايه وفصين توم، وبعدين هشوح البصلايه، مش هحمرها قوي، هشوحها بس. انا اديت الزيت يعني حبه صغيرين، فضلت كمان معلقه اهو. انا هشوح البصلايه بس، مش اللي انا هحمرها قوي، تشويحه بس كده ان هي تغير لونها وتدبل بس شويه. انا بشكر يا جماعه كل حد بيدخل يتفرج على اي فيديو عندي، اي فيديو عندي، كل حد بيدخل يتفرج عليه بشكر كلكم انتوا وجودكم دايما اللي مكبرني واللي مخليني مستمره معاكم. ان شاء الله القناه هتكبر بيكم وهتفضل موجوده ان شاء الله، وافضل معاكم كده حبايبي اللي منوريني دايما وبيرفعوا من روحي المعنويه، يعني ان انا افضل مستمره معاكم. بس انا نفسي يا جماعه ان توصلوا لي الفيديو حتى يعني مش هقول 50، حتى 10,000 حتى يعني ممكن تنبهكوا بس معايا كده ان انا ايه اوصل اي فيديو كده علشان القناه تكبر اكتر. يعني فيديو كده نفسي القناه تكبر شويه، لان طبعا يعني العدد محدود قوي. يا ريت يا جماعه تشجعوني كده علشان افضل مستمره معاكم، وتشيروا الفيديوهات عندكم. يا ريت بعد اذن حضراتكم شيروا الفيديوهات بس عندكم علشان تفضل مستمره كده، والقناه تكبر برضه ويشوفوا اكبر متابعين معانا، والقناه تكبر ان شاء الله بيكم. وانا متعشمه خير فيكم والله، انكم هتكبروا القناه وتفضلوا واقفين في ظهري، لانكم انتوا اخواتي. انتوا هتفضلوا واقفين في ظهري ان شاء الله وتكبروا لي القناه بيكم. وابقى شاكره جدا 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 لاي حد بيتابعني او بيفكر ان هو يكبر لي القناه، او بيفكر ان هو ازاي يدخلني مرحله الامان يعني. فبشكركم كلكم وانا واثقه فيكم ان شاء الله. بس انا هحمر بس البصلايه شويه كده اهو. البصله حلوه قوي قوي قوي، مش عايزه احمرها كده، حلوه. هبدا بقى اعمل طماطم، هعمل عصير طماطم اهوت، حوالي يعني نص كيلو كده طماطم. بقلبهم في الخلاط واقلبهم كده اهوت، واحط عليهم شويه ملح بس كده، واسيبها تستوي شويه. هسيب دي تستوي شويه على ما اشرب لي بقى كوبايه شاي اخضر اهوت. اهو كوبايه شاي اخضر كده بعد الفطور. على ما اشرب كوبايه الشاي ديت هيكون الطماطم بتاعتي اتسبكت، وارجع اوريكم غدانا ايه النهارده. اهوت الصلصه خلاص اتسبكت معايا، بقت كده حلوه قوي. هجيب بقى الاكله بتاعتنا يا جماعه اهيت. سمك، صينيه سمك اهيت. سمك متنضف، انا كنت منضفاه بصراحه، كنت شايلاه في الفريزر علشان ايام العيد ما بيبقاش فيه سمك متوفر يعني او كده، فبيبقى يهف علينا نحن نغير من اللحوم وكده، فايه ببقى شايلاه معايا في الفريزر. نسيت بس احط شويه كمون اهوت، شويه كمون بس، شويه شطه. شويه من الشطه بتاعتي حراقه جدا، فانا ببقى خايفه وانا بحط منها علشان عندي اطفال فبتبقى صعبه عليهم بصراحه. فانا ببقى خايفه اوي انا احط، اكون حاطه بيض او حاجه. هزودها بقى حبه ميه اهيت علشان تغلي مع بعضها غلوه كده حلوه هنا اهي. انا عندي البريمه اللي هي بتاعت السمك، بس مش عارفه كسلت اعمل فيها ليه النهارده. عندي البريمه بتبقى تحفه بصراحه، بس كسلت مش عارفه ليه. يعني انا بدات اعمل كده فكسلت بصراحه ان انا اجيبها احط فيها.
اللي هي اللي هي البريمة يا جماعة الفخار، لو حد مش عارف يعني ايه بريمة، اللي هي الفخار بتبقى حلوة أوي في السمك، بيبقى طعمه حلو أوي فيها. بس مش عارفة ايه اللي خلاني كسلت بصراحة ان انا اطلعها واعمل. ما علينا، المهم يعني انا خلاص كده خلصت. هسيبها بقى كده تاخد غلوة هنا مع بعضها، وبعدين ادخلها الفرن. هدخلها الفرن بقى ازاي؟ نار من تحت الاول، من تحت الاول تغلي شويه لما احس ان هو خلاص البصل استوى خالص معايا. هنا ايه ما سويتوش طبعا، احس ان البصل استوى معايا، وبعدين اقوم رافعاها فوق على الشبكه ومولعه الشوايه، السمك بس ياخد له وش من فوق. ولما يطلع كده، انا قلت لكم على الطريقه كلها، لما يطلع بقى هوريه لكم. يعني انا دلوقتي هغليه هنا غلوتين، وبعدين اولع الفرن من تحت بس، من تحت بس الاول يغلي برضو غلوتين 3 في الفرن. وبعدين اطلعه فوق على الشبكه، وبعدين احمر الوش بتاع السمك بس كده. فانا دلوقتي هعمل اللي قلت لكم عليه، وبعد ما يطلع هوريكم على طول. ادي صينيه السمك اهي يا جماعه بعد ما طلعتها من الفرن. طبعا هي لسه سخنه، تحفه. شوفوا لونها، شايفين اللون بتاع السمك عامل ازاي؟ لونها تحفه 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 تحفه. ودي الصلصه بتاعتها اهيت. بجد بتطلعي بقى السمكية بشوية الصلصة كده مع طبق الرز كده، تحفة 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 تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. وما تنسوش يا جماعة ان انتوا تحاولوا انكم تساعدوني شوية علشان القناة توصل لأكتر ناس يتابعوني وكده. لان طبعا عارفين طبعا نسبة المشاهدة وكده بتبقى تنزل، فطبعا هي نازلة معايا بقالها فترة، فيا ريت تساعدوني شوية وتشجعوني، لان انا حابة ان افضل مكملة معاكم، بس يعني مش هفضل لوحدي يعني. فيا ريت انتوا تدعموني وتساعدوني شوية بعد اذن حضراتكم. وجودكم طبعا بيشرفني وعلى دماغي من فوق. وبشكر اي حد بيدخل او بيكتب لي اي تعليق، بشكر كلكم كلكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تدعموني. وده غدانا النهارده، وبألف هنا وشفا لكل حد يجرب الوصفة بتاعتي.